علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أصبح إن أداة المعرفة اللي ربنا وضعها للبشر هي الإيه؟ هي القلم. بس مش القلم ده، أصبح إن القلم ده هو عملية تقليم، أي إن أنت تفرق ما بين الأشياء وتغوص فيها. عشان أجيب لك مثال بسيط، كان الطب قبل 200 300 سنة كان اسمه إيه؟ اسمه طبيب، كان بيولد وكان بيعالج من الجروح. لما البشرية قلمت الطب بقى الطب كام فرع دلوقتي؟ عندك طب أسنان، طب عيون. فأصبح إن حضرتك كل ما بحثت في الشيء اللي أنت عايز توصل له كل ما نجحت فيه. في نظرية التقليم ربنا مديك الأدوات اللي تقلم بيها. إيه هي الأدوات؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني حضرتك مديك السمع بيقلم الأصوات، بيميز الأصوات. العين بتقلم الألوان والمشاهد. فأصبح إن أنت ربنا مديك كل الأدوات وكل الحواس اللي توصل بيها للي أنت عايزه. فعايز توصل لمعرفة أي شيء في الدنيا قلمها يعني إيه؟ أي إن أنت تبحث وتستخدم كل حواسك وكل معرفتك، يبقى عندك مهارة أو عندك موهبة من التقليم أو من فهم نظرية